في الحقيقة أنا ما كنتش متخيل إني هكون بصور الفيديو ده بعد 5 سنين بالظبط، ولكن الحمد لله ربنا كرم الواحد وخلاه يخلص بسرعة ويخرج من الكلية الملعونة دي. بس استنى، انت لو فاكر انها كانت متيسرة كده وكانت سنة سعيدة ولذيذة وسهلة، يبقى انت ما تعرفنيش. اكيد لازم يحصل شوية حاجات كده تعكنن على الواحد وتخليه يقطع شرايين. امال ازاي بقى؟ بس سيبك انت، الحمد لله we are fucking graduated. لا لا يا باولو يا باولو يا باولو باولو منتج يا باولو. يا رجال، المفروض كده انضم. ياه، مشهد النهاية ذا اند ده كان اخر امتحان عندي في الكلية. ساعتها ما كنتش مصدق ان انا خلاص كده اكون خلصت. بس هو القصة ما ابتدتش من هنا، القصة ابتدت من هنا. الساعة 3:30، يوم 16/5. دي بكرة من الترم مادة، والمفروض الفاينل يوم 18. بس ستوب، ايوه اقف عندك هنا كده. دورة حياتك كطالب في هندسة عين شمس او كطالب مصري عامة، خلاص يعني دلوقتي في التعليم العالي، تبقى ترم اولاني بيبقى طويل شوية، مليان تسليمات، ما حدش بيسمي عليك، ما فيهوش اجازات خالص، ولكن الحمد لله عدى على خير. لكن الترم التاني بقى بيبقى ترم رايق كده، شهرين شهرين ونص 3 بالكتير، وبتنزل فيهم اصلا الفعل شهر، لان انت بيبقى عندك اصلا اجازة رمضان والعيد الصغير ومش عارف اعياد تحرير مش عارفة ايه واعياد المسيحيين، فانت اصلا ما بتنزلش. هو كده بقى الكلام يحلو. بس السنة دي كانت غير. الترم كان ماشي طبيعي جدا، نعم كان مضغوط شوية بس خلاص بقى عدينا الميد ترم ودخلنا على الفاينل خلاص، وفي تسليمات ومشاريع ومش عارفة ايه وايه وايه وايه. خلاص يا وحش بقى، احنا هنقضيها مغنى طول الليل ولا ايه؟ اخرس بقى. بس ترم عادي جدا خلاص، يعني هتبتدي بس تذاكر، يعني هتذاكر بس الفاينل عشان تعدي وكان الله بالسر عليه. تحصل مصيبة الأولى في تاريخها، يطلع إن في مادة أصلا مسجلها غلط، واضطر إن أنا أسجل مادة تانية في آخر 12 يوم في الترم. مصيبة مش كده؟ لا، ومش بس كده، بوشكاش محفوظ بيضحي النهارده. المادة اللي أنا كنت واخدها غلط كل درجاتها اتمسحت واتعمل لها دروب وكأنها لم تعد موجودة. انت معاك 12 يوم بالظبط وهتمتحن أول فاينل، وعندك مادة المفروض تسلمها من أولها لآخرها. آخر تسليمة إن شاء الله في الجامعة الملعونة دي، وادي السبميت اتأخر بيوم. عاش، رب تبقى آخر تسليمة، أنا مش قادر خلاص. الجدير بالضحك بقى إن أنا امتحنت 4 امتحانات وبسلم تسليمة في نص الامتحان. انتهى. احنا بنرك كده صح؟ يا عم تنيل زيع. خلاص خلاص هتكلم يا عم، في ايه بالراحة علينا، اصل مش طبيعي اللي بيحصل ده. تسليمات في نص الامتحانات والامتحانات كلها اصلا ورا بعض، ولا كأني بلعب نهائي افريقيا في رادس. بس يا بخت اللي صاحبه راجل، الرجالة دي ساعدتني في زربيح التسليمات دي. ساعدتني ايه بس، دول قاموا بالواجب كله حرفيا. فكنت حابب ان اشكرهم بصفة خاصة هنا في الفيديو عندي. اكيد انا بعد كل اللي بقوله ده ما
متنتظرش مني اني اكون بصور لك حاجه وانا عندي 4 امتحانات في ظهر بعض. خلينا بقى نروح على طول لما ابتديت افوق على اخر امتحان. يلا يلا. النهاردة الساعة 3 فجر، لسه منمتش. يوم 9 فاضل يوم واحد اللي هو بكرة، خلاص على آخر امتحان. يا رب يا رب بقى تعدي على خير، عشان هي مادة سودة بجد، مادة سودة. انتظروا. مش عارف أنا فتحت لكم ليه وبتكلم مع عدسة قدامي. بصوا، أنا مرتحتلكوش ولا حاجة أصلا، معرفش مين انتوا، مين ولا مين بيتفرج عليا. أنا بس كل حوار إن أنا عايز أصور فوتج عشان أعمل بيه الفيديو، بس اللي أقدر أأكده، الحاجة الوحيدة اللي أقدر أأكدها، إن في كونتنت تقيل قوي جاي الفترة دي، تمام؟ واللي كانت بتمنعني من إني أصور فيديوهات، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله خلاص هقضي عليها وهتقف وهتخلص. فاضل لي آخر امتحان اللي هو إن شاء الله بكرة، وبعد كده مناقشة. يعني أنا بصوا، أنا يعني قلت يعني هحاول أوثق أي حاجة وخلاص يعني بحاول أتشهر وأبقى غني، بس وده حوار بس. لا بهزر. بصوا، لا أنا ما بهزرش، أنا عايز أبقى غني. يلا سلام، مش هرجع تاني، لا خلاص كده شغال. ماشي، النور كده احلى صح؟ حاسس في محاولات كتير قوي التسكيت اللي في البيت عشان اعرف اصور دقيقة واحدة وهم صاحيين، حاجة بجد صعبة جدا يعني. حاجات غريبة قوي بتحصل. قرايب محمد عبد العاطي، محمد الزبال ريتيرن. طبعا شفنا اللي حصل مع الراجل اللي اتضرب من عمرو دياب. طول ما انا عمال اقلب النهارده تيك توك فيسبوك يعني اي حاجه، راجل ماشي على نهج ان شاء الله محمد الزبال، ويعني بيرسم مستقبله الحمد لله بالقلم ده. عامة هي ارزاق عشان يستاهل العبيط ده يضربه بالقلم تاني. احنا مالنا صحيح، مالناش دعوه، مالناش دعوه، يولعوا في بعض. احنا ان شاء الله عندنا امتحان بكره طبعا، يعني المفروض اروح اكمل مذاكره، بس انا فعلا قضيت افتكر هنجح في كله يعني. وعامة لو الفيديو ده نزل يعني ده معناه ان انا انجح ان شاء الله يعني. لو ما نزلش ده معناه خلاص بقى ان ايه، عدد تروح البوكس تاني ويعني هرجع بقى تاني للدارك سايد بتاعي يعني. بس مش اكتر ولا اقل. انا مش عايز اتكلم مع حد ولا هو بس الفيديو ده غرضه جبت الإضاءة وطلعت الترايبود من الأنقاض. طلعته من الأنقاض عشان بس أزود فوتج عندي، بس مش أكتر. أنا عايز أمنتج، فأخد دي حجة عشان أرجع منتج تاني عشان أصدق. عشان بصراحة بقى أنا مش جاي معايا علم ولا تعليم ولا أي حاجة، خلصانة. يلا فتكم بعافية، نتقابل بكرة قدام اللجنة. سلام. المفروض الساعة دلوقتي ثانية واحدة، الساعة دلوقتي الساعة كام؟ الساعة 8. رايحين بقى آخر امتحان، يا رب يعني الدنيا تبقى في اللذيذ كده، مش عايز أحس كده. يا رب الدنيا تبقى في اللذيذ يعني، الامتحان ما يجيش كرياتيف، عشان هي على قد البصمجة خالص يعني، ما فيهاش أكتر من البصمجة. أنا أول مرة أعمل الحاجات دي والله العظيم. طبعا أنا مش كنت نفسي بيه أحط الموبايل على السند هنا ولا الترايبود ده وصور أنا راكب، بس العربية مفيهاش تكييف ده مبدئيا. في حاجة سامعين صوت العربية عامل ازاي، ولسه ما ركبتش المايك ولا عارف أركب أي مايكات تسجل بمايك الموبايل، وغالبا أنا كنت كاتمه الصوت هيطلع خرا. مش عارف بقى الدنيا هتبقى عامله ازاي. كنت بقول لكم على مفيش تكييف في العربيه، ف
مش عارف اعمل الحوار ده لان كان نفسي، فاضطر اوقف واول ما اوصل اكمل بقى. يعني عشان الموبايل ما يتسرقش الصراحه. عايز اجيب فلوس مش عايز اخسر فلوس. تمام، يلا سلام. وصلت خلاص. انا عند باب الجامعه. الساعه دلوقتي تقريبا الساعه دلوقتي تقريبا 8:30. اول ما اسدش المايك عشان الصوت ما يبص مني. ثانيه واحده، ايوه، عشان الصوت ما يبص مني. وانا جاي في الطريق قابلت اكتر قبائل اتنشننج على السوشيال ميديا، وهي طائفة الثانوية العامة. وما كنتش هفتكر اتكلم عن الناس دي غير لو شفتهم يعني. بما ان انا هندسة عين شمس، ما ينفعش اتكلم عن هندسة عين شمس وما اتكلمش عن اكتر الناس اتنشن يعني. بتوع هندسة عين شمس، يعني بتوع هندسة عين شمس اكتر ناس اتنشن برضه. نرجع تاني لموضوع ثانوية عامة ده. الناس يعني انا اللي بيغيظني بس حاجة واحدة، يعني ايه يا رب ادعي لي يا رب انجح انا في ثانوية. يا عم روح ذاكر يا عم انت مالك يا عم، روح ذاكر مش هدعي لك يعني. بس يعني نخف التنشن شوية يا جدعان ونذاكر وان شاء الله يعني ربنا يفك الكرب يعني. ماشي، يا ريت اقول الكلام ده لنفسي الاول عشان داخل على مادة سودة. بحاول اعمل اتنشن اهو، بس انا بصور الفيديو بتاعي وانزله على قناتي. انت بتخش تعمل كومنت على اي حد، تخش تعمل كومنت في اي حته. الساعة 10 اقعد بقى شويه كده اعمل اي حاجه ونخش الامتحان. اقابلكم بعد ما اطلع ان شاء الله، وان شاء الله يبقى الامتحان حلو يا رجال. المفروض كده I'm done with this shit. النهارده زي ما قلنا الصبح ثانوية عامة بتمتحن، فالشوارع مقفولة على بكرة أبيها. مفيش بشر، كل الناس في الميكروباصات والأتوبيسات، محدش عارف يتحرك. وايه الكاميرا ده؟ أنا متلخبط جدا. بما إن النهارده إن شاء الله نكون خلصنا وقفلنا العداد. تدريبات من طبعا ملهاش أي 30 لازمة. واحد سايبر سيكيورتي وواحد AI. الكلام ده عملناه الصراحة. أكتر استفادة استفدتها في AI ده إن كنا رحنا السنتر بتاع ويدا تريننج سنتر، كان عندهم نت طلقة. اتفرجوا بقى على المحروم لما النت مثلا بتاعك يبقى 2 ميجا وتروح مثلا على نت 50 ولا 60 جيجا مثلا، 50 ولا 60 ميجا في الثانية. فيعني عادها بقى اتجننت، ما حلتش حد. يا رب نكون بقى خلصنا وما يكونش فيه اي حاجة تاني، وما نشيلش اي حاجة تاني، عشان انا خلاص انا قلت اقف شوية اصور اي حاجة، عشان زي ما احنا عارفين عايز اعمل فيديو بس، ليس اكتر ولا اقل. وعايز فلوس، عايز فلوس. بس يعني ده اللي عندي. ممكن بقى بالليل كده بعد ما استحمى من الصهد والعرق اللي انا فيه ده نسجل في البيت والدنيا تبقى رايقة احسن. اظن يعني. يلا بيس اوت. ايه ده يا رجاله، انتوا لسه قاعدين؟ طيب فرصه بقى. ياه، اخر مره اتكلمنا كانت من زمان قوي، عدى فتره كتيره جدا عن اخر فيديو صورته في البتاعه دي. الواحد تعب. تعب قوي والله العظيم. الفتره اللي فاتت دي كانت الحمد لله ما كنتش بعمل اي حاجه. انا كنت قاعد بس. الحمد لله النتيجه طلعت امبارح، الحمد لله. طلعنا نجحنا، جبنا تقدير محترم في مشروع التخرج. شوت اوت للرجاله، اخواتي اللي كانوا مظبطيني في مشروع التخرج، الحاج بيبو، الحاج مروان، رجالتنا.
المهم انا 5 سنين بتوع الجامعه دول كانوا اسوأ 5 سنين في حياتي. انا قصتي في الجامعه دي اشبه بفيلم سينمائي قذر من انتاج السبكي. لا هي بجد هي بجد فيلم سينمائي بس مليان معاناه يعني. لو فكرت فيه كده هو مليان معاناه بجد يعني. بس يعني اهم حاجه وانت داخل الجامعه كده تبقى، بص هو انت هتكرف. هو انت لو مثلا من الشخصيات اللي زي دي هتكرف اول سنه، اول سنتين كرف. يعني انا افتكر ان انا في اولى دي البلاك هول يعني. شلت تقريبا 3 مواد ولا 4 مواد يعني. كل الناس اللي اعرفهم حصل كده، اللي هي السنه اللي كانت بعد الكورونا على طول. وده عشان مش عشان حاجه الا اكتر من ان انا كنت شخصيه بتتعلق بطريقه مرعبه، وكنت فاكر خلاص بقى ان انا خلصت ثانويه عامه ومش عارف ايه. لا 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 مفيش الكلام ده. هتخش هتتركب ومحدش هيسمي عليك، ولا دكاترة ولا امتحانات ولا أي حاجة. أهم حاجة في الجامعة الصحبة والله العظيم، لأن هي اللي هتهون عليك البضان، هي اللي هتهون عليك الامتحانات البضينة. مش لازم تبقى محاط بمجموعة من الفواقد، لازم ما يبقاش فيه توتال لوس. لازم تحاول تجمع يعني حبة من هنا على حبة من هنا، صاحبك الشاطر على صاحبك مش عارفة ايه على صاحبك ايه وصاحبك. لان احنا لان انتوا لو كلكم فشلة، ما هو مفيش حد كده يا ابني هيشيل. مين هيشيل يا ابني؟ مين هيشيل؟ انت هتشيل على كتفك. بس عايزين بقى نطلع يعني، عايزين نتخرج، فلازم حد ايه يبقى قادر، او يبقى ايه، يبقى في ترس كده حتى بيحرك المكنه عشان تطلعوا لقدام يعني. لان لو ما عملتوش كده هتلاقوا كل حاجه بترجع لورا زي كده في سنه اولى. كل حاجه كانت اسوأ فتره في حياتي. انا برضو كنت من المحظوظين اللي كورونا كانت عندهم في الجامعه، وشاكر جدا كورونا انها جت. انا عارف ان هو يعني اللي انا بقوله ده ما ينفعش، بس انا يعني الكورونا لو ما كانتش جت انا بجد ما كنتش ممكن اتخرج من الجامعه لانها شالت عني مواد وسخه كتير قوي يعني. بجد شالت مواد صعب جدا انها تتعدى في الجامعه اصلا يعني. كل الناس عارفين اصلا الترم التاني في اعدادي هندسه بيبقى عامل ازاي. بس يعني، بس ده اللي كنت عايز اقوله. بصوا يا جماعه، انا فاضل لي شويه شطات عشان اقفل الفيديو ده والنبي، عشان هنزله خلاص. انتظروا كونتنت جامد قوي 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 الفتره الجايه. ب... انا كنت فاكرها بقى انها هتمشي بقى كونتنت مش عارف تعليمي ومش عارف ايه مش الكلام ده. انسوا. شاكر محظور دلوقتي، وهخش على عفوا قد حضر العفو، وعفوا قد حضر وبس يعني. ده اللي انا كنت عايز اقوله. فاضل بس 2 موفز هعملهم. لا ثانيه واحده قبل ما نقول ال2 موفز. الجامعه بتربي جوه البني ادم تراست ايشو ابن وسخه. لان انا كنت من الاشخاص اللي حصل لهم تروما كده من كتر ما انا كنت فائد. انا نمت يوم امتحان، فمن ساعتها وانا حصل لي تراست ايشو جوه الجامعه خلاص يعني. لازم بقيت احضر قبل الحاجه مش عارف بكام يوم، وبسال مره واتنين وحوارات كده. المهم انا كنت قبل ما الدرجه تطلع بضطر اعمل ايه؟ كل ملفات الترم بفضل شايلها كده في ديسكتوب فايل اسمه باك اب ديسكتوب فايل. وبعد كده ما بخلص، عشان بقى لو في حاجه هتنزل تاني على الكتف ما يبقاش الداتا بتاعتها اتمسحت. فان شاء الله بعد ما هنخلص التصوير من اللوكيشن، بصوا نور، ده في هنا كي لايت، وفي هنا مش عارفه لايت ازرق وورا احمر. بصوا، ولسه كمان في مش عارف ايه. لا بقول لكم ايه، خلاص انا فضيت بقى، انا فضيت وقاعد. المهم اوريكم بقى وانا بمسح الفيديوهات دي، عشان انا كنت يعني على اخر من الترم ده. اوسخ ترم عدى عليا، اوسخ ترم. انا عارف انا يعني كل الفيديوهات اللي اتصورت قبل كده كان فيها نفس الكلمه، بس انا مصر اكد على الكلام ده. الحمد لله والله العظيم يعني، هو كل حاجه بفضل ربنا فعلا والله العظيم. البني ادم يعني، انت حتى لو عملت اللي عليك هو كله حتى بفضل ربنا يعني. انت
يعني انا كشخص، انا كمؤمن، انا ما استاهلش والله العظيم. يعني لو جيت سالتني، لا انت ما تستاهلش، انت ما تستاهلش امان، انت ما تستاهلش والله العظيم. بس يعني والله العظيم هو يعني كله من ربنا والله العظيم، ودعاء امي ودعاء امي. يعني ايه، ممكن قدام بقى كده واحنا بنعمل كونتنت ومش عارف ايه، بحكي لكم بقى شويه اكتر لو حد حابب يسمع. لو حد مش حابب يسمع، طز فيك، طز فيك، انا ما اخدتش رايك، ما تبصليش. انا تمام. انا ساعات ببقى كده، يعني ساعات ببقى كده، ساعات اروح اصلا امسح الفولدرات بسرعه واصور لكم وانا بمسحها. اخر شوت خلاص بقى في الفيديو عشان ايه يتمنتج. وكان الله بالسر عليه، الحمد لله 5 سنين وعدوا. enjoy your fuck. يلا سلام. قالوا بقى ايه، نمسح الحاجة. ادي ثانية واحدة اوريكم الديسكتوب. طبعا اخر مرة شفتوا الديسكتوب ما كانش شكله عامل كده خالص. بص اهو الفولدر اللي بقول لكم عليه بقى بيبقى جواه ايه، اللهم صل على النبي، شغل بقى وساخة، فيديوهات وصور وامتحانات ومش عارفة ايه والحوارات دي. تمام اوي، حلو اوي، احنا بنلعب صح كده. ادي الديليت الى اقرب صفيحة زبالة، 10 جيجا وشوية. يا نهار اسود ومهبب، يا نهار اسود، مشاريع بقى وما مشاريعش يلا السلام عليكم.